الأهلي يوافق على بيع أحمد نبيل كوكا لقاسم باشا بعد ضغط اللاعب على الإدارة للرحيل، والإدارة تحدد $1,000,000 لرحيل اللاعب، ويتبقى في عقد اللاعب موسم واحد. مصدر من الأهلي بخصوص تجديد عقد أليو ديانج: العلاقة بين اللاعب والإدارة جيدة جدا للغاية، لكنه يرغب في معرفة موقفه من حسابات ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، ولا يريد تكرار ما حدث مع كولر. كل ما يتردد عن انتقال أسامة فيصل للأهلي لا أساس له من الصحة، لأنه ببساطة الأهلي لم يطلبه أو يتفاوض لشراء اللاعب، وكل الكلام كلام وكلاء لاعبين. انخفاض فرص لحاق إمام عاشور بانطلاق بطولة الدوري المصري مع الأهلي بسبب عدم اكتمال جاهزيته وشفائه من الإصابة. الاتفاق السعودي يتوصل لاتفاق لضم أحمد حسن كوكا بعد رفض ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي ضم اللاعب. بيراميدز يدخل في خط المفاوضات مع أحمد عبد القادر ويقدم له إغراءات لا مثيل لها، ويتفوق على عرض الزمالك بمراحل، واللاعب يجهز عرض خليجي للرحيل عن الأهلي في خطوة ترانزيت قبل العودة إلى مصر من البوابة البيضاء أو السماوي. الأهلي يعلن رحيل وسام أبو علي لكولومبوسكرو الأمريكي رسميا على صفحة النادي الأهلي. في مفاوضات قوية مع المدرب الألماني من أصول تونسية نبيل الطرابلسي للتواجد كمدرب مساعد ضمن الطاقم الفني لخوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي. يوسف سيد عبد الحفيظ ينتقل إلى فاركو رسميا على سبيل الإعارة لمدة موسم. بعثة الأهلي تصل القاهرة أمس بعد انتهاء معسكر تونس، وتبدأ الاستعداد لمباراة إنبي يوم الثلاثاء القادم بمشاركة صلاح. في الشوط الأول ليفربول يخسر من ميلان وديا 4-2. عيسى تالي المدير العام لنادي كولومبوسكرو الأمريكي: كنت غاضبا جدا من تسجيل وسام أبو علي هاتريك ضد بورتو، لم يكن أحد يعرفه، لكن الآن عرف كل العالم، بالطبع سعيد من أجله وكان يستحق ذلك، لكنه عقد الأمور. يوم 9 سبتمبر المقبل موعدا لمواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 مع بوركينا فاسو، ومنتخب مصر يدرس خوض مباراة اثيوبيا يوم 5 سبتمبر على استاد القاهرة، على أن يبدأ معسكر المنتخب في بداية الشهر ذاته، ومن المرجح خوض 4 أو 5 جولات من بطولة الدوري قبل انطلاق المعسكر. مخاوف كبيرة في الزمالك من تحقيق الفريق نتيجة سلبية في أول مبارياته في الدوري بعد صفقات سيراميكا كليوباترا وتصدير الضغط مبكرا للاعبين والجهاز الفني. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.